ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من محمد. عملت معاكم قبل كده سلطه الجبنه. تمام. عايزه اقول لكم في اضافه كده ايه ممكن تحطيها على سلطه الجبنه، بتودي الجبنه في حته تانية خالص. ايه هي الاضافه بقى يا جماعه؟ اهي معلقه صغيره من حبه البركه. تمام. ونص معلقه صغيره من الزعتر، وده اختياري. تمام. معلقه صغيره حبه البركه ونص معلقه صغيره من الزعتر. وممكن تحطي الزعتر لوحده. تمام. وممكن تحطي حبه البركه لوحدها. تمام. بس انا بعمل ميكس ما بين الاتنين. عايزه اقول لكم بتودي الجبنه يا جماعه في حته تانية خالص. يعني فعلا فعلا بتفرق في طعم الجبنه. انا هضيفها معاكم كده وهقلبها معاكم. قلبت المكونات كلها مع بعض. قدموا بقى الف هنا وشفا. عايزه اقول لكم معلقه صغيره من الزعتر على نفس المقادير يا جماعه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. انا عملت معاكم قبل كده سلطه جبنه. تمام. فهيتحط عليها معلقه صغيره من الزعتر. ماشي. ونص معلقه صغيره لا، معلقه صغيره قصدي من حبه البركه. ونص معلقه صغيره من الزعتر. ويا ريت الزعتر ما يزيدش عن نص معلقه، عشان الزعتر يا جماعه بيمرر. تمام. قدموها بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم ضيفوا حبه البركه والزعتر لسلطه الجبنه اللي احنا كنا عاملينها معاكم قبل كده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. جربوا تعملوا سلطه الجبنه بالاضافه البسيطه دي وقولوا لي رايكم. لو عجبك الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.